ده هو بطل حكايتنا فان معلم كبير جدا في عشيرة في عالم المريم، واللي في يوم من الأيام بيصحى من النوم بتاعه مخضوض على كابوس وهو دمار العشيرة بتاعته في حرب شرسة. بنشوفه بعد كده لما بيكون بيستعد يا صديقي علشان عنده معركة قوية جدا هتقام كمان شوية. القتال ده بيكون مهم جدا بالنسبة له لأنه يعتبر هو اللي هيحدد مكانته في العشيرة في المستقبل. بيطلع بعد كده وبنشوف كل المحاربين بتوع العشيرة مستنيينه وبيحيوه وبيتمنوا له التوفيق في القتال. وفي اللحظة نفسها بيستدعي فن الصقور العملاقة بتاعته وبيركبها فان والفريق بتاعه بينطلقوا للوصول للمسابقة، وبتستمر رحلتهم فوق البحار وجزر لفترة طويلة وبيكونوا متحمسين جدا وبيتوعدوا ان هم يروحوا متجر الحيوانات الروحية اول ما يوصلوا المدينة. وبالفعل اول لما بيوصلوا هناك بيكونوا منصدمين حرفيا من كمية الحيوانات الروحية الجميلة اللي موجودة هناك. وبنسمع بعد كده اهل البلدة وما بيتكلموا عن المعلم فن ان هو وسيم وقوي بصورة رهيبة. بنشوف فن وفريقه بعد كده لما بيوصلوا لقاعة باي يا صديقي علشان يقضوا فيها الليلة ديت قبل القتال ما يبدأ. بيعدي الوقت وفي اليوم اللي بعد كده بنشوف اهل البلدة كلهم هم متجمعين في ساحة القتال علشان يتفرجوا على البطولة، وبيكون مجتمع هناك كبار الشخصيات من اقوى المحاربين في العالم، بس بيبقى في اتنين من التلاتة دول يا صديقي بيستحقروا فان، وبيقول ان هو ما يستحقش ينضم للبطولة من الدرجة دي اساسا لانه يعتبر حسالة بالنسبة لهم. بيدافع عنه في نفس الوقت السيد بيقول له ان فان محارب مميز جدا وان عشيرته كانت في الضياع تماما وهو اللي رفع قدرهم، وقدر بالفعل في فترة قصيرة ان هو يوصلهم للمستوى بيه، وده كله بمجهوده الخاص وان مستقبله هيبقى محارب عظيم. وفي اللحظة دي يا صديقي بيكون فان على الجانب الاخر بيستعد هو الفريق بتاعه وبيقول لهم ان هو وعدهم ان هم هيكونوا الاقوى دائما، وان هو اكيد هيبقى قد الوعد ده وهيحققوا النهارده ان شاء الله بنصره في البطوله. وبيدخل بعد كده فان هو الفريق بتاعه لساحه النزال وبيستدعي الحيوان الروحي بتاعه واللي بيكون الحوت المهول. بيكون قوي جدا ودرجه التطور بتاعته بتكون الامبراطور، فبيندهش كل اللي موجودين من المنظر المبهر للحوت. وفي الوقت ده بيدخل منافس فان وهو والمعلم هوانجو اللي بيستدعي وحشه القرد العملاق، واللي بيكون مرحله التطور بتاعته هي اللورد. بيستعدوا هما الاثنين للنزال في اللحظات الاخيره وبيبدا القتال بالفعل بشراسه بين الحوت والقرد العملاق. بيكون المكان هيتدمر حرفيا من شده الهجوم بتاعهم، فبياخد الاثنين الوحوش بتاعتهم وبيطلعوا للسماء وبيزيد القتال حده وقتها لدرجه ان المعلم هوانج بيضرب هجوم ناري مدمر حرفيا وبيبقى الكل قلقان على فان. بس ولكن بيحصل حاجه غير متوقعه تماما والمعلم فان بيقدر ان هو يرقي الحوت بتاعه لحوت اسود خالد وبيبقى اكتر شراسه من الاول. بيقدر الحوت ان هو يقاوم الهجمات بتاعه القرد العملاق وبيلتهم كل النيران بتاعته بكل سهوله. وبيستعد الاثنين بعد كده وبيهجموا الهجوم النهائي وبيهتف الجميع ليهم، بس بيحصل حاجه غير متوقعه تماما للمعلم فان. بيقدر بالفعل ان هو يفوز ولكن للاسف يا ساده الحوت بتاعه بيموت. بيتحول بعدها لزومبي وبيطلع عن السيطره تماما وبيخرب في المكان كله. ومش بس كده، ده المصيبه الاكبر ان هو بيهجم على المعلم فان وبيقدر ان هو يلتهمه. وفي اللحظه اللي بيموت فيها المعلم فان بيفتكر كل ذكرياته من يوم ما اتولد لغايه اللحظه اللي هو مات فيها، بس ولكن دي مش النهايه. وبيستيقظ بعد كده من تاني في هيئه جسم بشري اخر، وبيبقى وقتها مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه وازاي هو اتحول للمنظر ده وان هو المفروض كان مات اصلا. بس زي ما احنا عارفين ان الفقر هيفضل فقر طول عمره، والجسد اللي هو تجسد فيه بيتم مطاردته من عشيره تانية، وفعلا بيقدروا ان هم يقبضوا عليه وبيرموه في السجن وبيفضل مربوط فيه. فبيفتكر وقتها اللي حصل معاه وان اكيد دي خطه كانت معموله ضده، بس ولكن دلوقتي بيقرر ان هو يبص لحياته دلوقتي وما يفكرش في الماضي علشان يطلع من المشكله اللي هو فيها. وبيقرر ان هو يستدعي الحيوان الاليف بتاع الجسد ده، وبيلاقي وقتها ان هو عفريت نبات والتاني كلب اليف، بس ولكن بيبقى الاتنين اصلا مالهمش اي 60 لازمه للاسف، وما بيقدرش ان هو يعمل بيهم اي حاجه. بيخبيهم بسرعه وبعدها بيدخل عليه واحد من الحراس وبيبلغه ان السيده عايزه تشوفه، فبيروح بعد كده فاهم معاه، بس بيبقى مش عارف الجسم ده هو ايه اللي هو عامله. وفعلا بيدخل الاوضه بتاعت السيده يا صديقي بعد كده وبنشوفه لما قدر ان هو ينجح يفك نفسه علشان يقدر يهرب بعد كده. ولكن اول لما بيدخل السيده بتنده عليه باسمه واللي هو له، بتبص له وبتقول له يا ترى انت عارف انا عفوت عن حياتك ليه وما موتكش؟ فبيرد عليها بكل هدوء بيقول لها علشان انت كريمه يا ست انت. فبتبتسم له السيده بعد كده بتقول له انت متهور جدا يا لو، انت ازاي تجرأت على فعلتك اللي انت عملتها؟ لو واقف زي العبيط مش عارف هو عامل ايه اساسا لحد ما بيسالها وبتعرفه ان هو حط لها مخدر في المشروب بتاعها وقرب منها بطريقه منحرفه وقتها. فبيتوتر له بقى مش عارف يرد يقول ايه، بس هو اكيد سوء تفاهم. بترد السيده بتقول له ما تقلقش انا عارفه عن حياتك بس هخليك العبد الخاص بتاعي. فطبعا الكلام ما بيعجبش له بيقول لها انا اسف وبيهرب من الشباك، بس ولكن باي مش بتسيبه يهرب على كده وبتطلع الثعبان الضخم بتاعها وبتهجم عليه بيه علشان تقدر ان هي تقتله. بس ولكن ابن الجنيه بيطلع سليم من الهجوم ولا اي حاجه حصلت له تماما. فبتستغرب وقتها باي جدا ان هو بقى بالقوه دي، وفي نفس الوقت يا صديقي بيطلع له الحيوانات بتاعته. فبتضحك على باي اول لما بتشوفه بيعمل كده وبتقول له انت بتطلع ايه يا حبيبي؟ عينهم تاني مالهمش لازمه. بيهجم بعد كده الثعبان على الحيوانات بتاعته بس بيفاجئهم له بقدراته المميزه في التحكم في الحيوانات وبيبهدل الثعبان تماما. بتتعصب باي جدا عليه في هذه اللحظه يا صديقي وبتهجم عليه بتضربه ضربه قويه جدا بتوقعه في البحيره.
طايره. وفي الوقت نفسه بيقابل السمكه بتاعته قبل ما يتطور للحوت العظيم، فبتضحك على باي في هذه اللحظه يا صديقي وبتقول ان السمكه ده عديمه الفائده. بتفضل تين في السمكه بتاعته فبتعصب له جدا منها وبيقول لها انت تخرسي خالص دلوقتي. ولكن بنت المستفزه ما بتهتمش بالكلام بتاعه وبتهجم عليه بالثعبان، فبيخلي له السمكه ان هي تهجم على الثعبان. بيقدر طبعا ان هو يتحكم في السمكه عكس الجميع لان هو اصلا كانت حيوانه الاليف قبل كده. بيستخدم بعد كده مهاره الالتهام وبيخلي السمكه بتاعته تلتهم الثعبان تماما وبيفوز على باي. بيقدر يهرب بعد كده بسرعه للغابه بس بيفضل ان هو يطرد افراد العشيره، فبيضطر ان هو ينط من على جسر عالي على جبل. بيستخدم بعد كده عفريت النبات وبينجح بالفعل ان هو يهرب منهم. المحاربين بيفضلوا يدوروا عليه طوال الليل يا صديقي، بس بيرجعوا الصبح عند باي بيبلغوها للاسف ان مفيش اي فايده مش لاقيينه خالص. بتتعصب وقتها جدا عليه وبتقول لهم انتوا مالكوش اي 60 لازمه. وبيجي في نفس الوقت اخوها واللي بيكون السيد بتاع العشيره بتحكي له بعد كده كل اللي حصل، واول لما بيعرف اللي حصل ده بيتوعد لبطلنا لو ان هو لازم يخلص عليه. اما بقى على الجانب الاخر بنروح عند المعلم لو اللي بيصحى من النوم بتاعه مره تانية وبيطلع السمكه بتاعته وبيسميها على اسم الحوت القديم بتاعه اللي اسمه نيان، وبيوعده ان هو يطوره ويخليه اقوى واحد في العالم كله. وبعد كده لو بيقرر ان هو يكمل رحلته في العالم ده علشان يبقى اقوى محارب في العالم كله ويسترد كل اللي ضاع منه. بيروح بعد كده فندق هاي وبيطلب من الموظف اللي هناك ان هو يديله اسرع حيوان اليف عنده علشان يوصله للطائفه بتاعته. بس ولكن الموظف اول لما بيعرف ان هو من طائفه فان بيرد عليه وبيقول له ان هو مش هيقدر يوصله هناك لان الطائفه بتاعته تم حذفها من القائمه بتاعتهم. فبيتصدم وقتها بطلنا لهم اللي هو بيقوله انت بتقول ايه يا ابن المجنونه؟ طب انا هرجع ازاي الطائفه بتاعتي؟ بيطلع بعد كده وبيشغل دماغه وبيلاقي خنزير فبياخده وبيركبه وبيجري بسرعه علشان يقدر ان هو يوصل للطائفه بتاعته. بيوصل باي بالفعل للعشيره، واول لما بيوصل هناك بيودي الحيوانات المصابه بتاعته للعلاج في مشفى الحيوانات. بيروح بعد كده المكتب المهارات علشان يشتري مهاره عاليه الدفاع، وبيبقى وقتها لسه ياخد المهاره يا صديقي، فبيوقفه واحد وبيقول له ان المهاره دي بتاعته. ووقتها بقى بيستغل ان هم بيتخانقوا على المهاره دي وبيعرضها 3 اضعاف المبلغ. الولد بيتعصب جدا في هذه اللحظه وبيقول له انت ازاي تعمل معايا كده يا حيوان انت؟ وبيطلع الحيوان الروحي بتاعه واللي بيكون اسد اللهب. بس ولكن اول لما بيكتشف ان اللي واقف ده هو بطلنا لو بيكون عارفه وقتها وبيهدى على طول وبيعزمه بعد كده على الاكل كمان. بيروحوا بعد كده هما الاثنين المطعم بالفعل ياكلوا وبيفضلوا قاعدين مع بعض يشربوا المشروبات سوا. بيتسطل الولد ابن العبيطه من المشروبات الكتير اللي هو شربها، ولو بيستغل الفرصه وبياخدوا لقاعه مهارات الحمايه وبيحرر الاسيره الطفله اللي كانت موجوده معاه. بينطلق بعد كده يا صديقي في رحلته علشان يوصل للمقر الرئيسي للعشيره بتاعته، بس بنلاقي وقتها في نفس اللحظه دي الطفله اللي شبيهه بالبشر بتراقب له من بعيد. بينتقل بينا المشهد بعد كده يا صديقي العشيره فانو اللي بيهجم عليها مجموعه من المجرمين واللي هم عصابه الصخره الضخمه. قائد العصابه بيبدا ان هو يهينهم في هذه الاثناء وبيطلب منهم ان هم يطلعوا من المكان ويسيبوه في اسرع وقت ممكن. بيتعصب وقتها زعيم العشيره وبيقول له انت بتعمل ايه يا حيوان انت؟ وبيستدعي الوحش بتاعه اللي بيكون قط الرعد اللي بيبقى سريع جدا. وبينجح بالفعل قط الرعد في القضاء على كل الوحوش بتاعه العصابه، والزعيم بيكون عمال بيتريق عليهم. ولكن في نفس الوقت زعيم العصابه بيستخدم مهاراته الهجوميه من وحش الخنفساء وبيهجم بيها على افراد العشيره. قط الظلال بيقرر ان هو يتدخل علشان ينهي الهجوم الغدار اللي حصل عليهم، بس ولكن بيهجموا بوحوشهم التانية على القط وقتها وبيخلصوا عليه بكل سهوله. لو بيوصل اخيرا في نفس الوقت ده للعشيره بتاعته وبنلاحظ ان القط مات للاسف، والزعيم بيبدا ان هو يبكي على اللي حصل له. وبالرغم من اللي حصل ده كله بس العصابه مش عايزه ان هي تسيبهم في حالهم وبتبدا ان هي تتريق عليهم مره تانية. فلو اول لما بيشوف المهزله دي بيتضايق جدا وبيطلع حيوانه الروحي وبيهجم عليهم واحد ورا التاني. فبيتعصب جدا زعيم العصابه بيقول له ان هو يبعد من هنا والا هيخلص عليه زي الناس ما ماتت. في نفس اللحظه دي بتبص له واحده من افراد العشيره وبتفتكر المعلم فان اول لما بتشوفه قدامها، بس ولكن بيكدب نفسها في هذه اللحظه وبيخلي بطلنا له الكلب بتاعه ان هو يهجم على وحش السحليه بتاع زعيم العصابه وبيقضي عليه بكل سهوله. افراد العصابه ما بيسكتوش على كده وبيستدعوا الوحوش بتاعتهم مره تانية وبيهجموا بسرعه على بطلنا له، ولكن بيستدرجهم للخارج وبيختفي من قدامهم. وفي غمض البصر يا صديقي بيطلع الحيوان بتاعه نيان، فبيتصدم افراد العصابه ان هو معاه حوت اساسا وبيقولوا ان الحيتان كلها ماتت في العالم ده وبيهربوا بسرعه من قدامه. بيقابل بعد كده البنت جو اللي كانت صديقته في الماضي يا صديقي، ولكن ما بيرضاش ان هو يحكي لها على اي حاجه من اللي حصلت. وكل وقتها في الداخل بيكون الحزن مسيطر عليه علشان تم قتل حيواناتهم جميعا. وبيشوف له في نفس الوقت الزعيم الحالي للعشيره واللي بيكون دوان وده تلميذه القديم، وبيفتكر وقتها اليوم اللي هو اداله فيه قط الظلال علشان يحتفظ بيه كحيوانه الروحي. وبيكون دوان حزين جدا على القط بتاعه اللي مات وبيقول لهم ان هو يسيب العشيره ويمشي بسبب اللي حصل ده. فبتتضايق البنت جو جدا منه وبتقول له انت بتقول كده ليه؟ فبيرد عليها وبيقول لها ان كل الحيوانات الروحيه بتاعته ماتت علشان كده بقت العشيره ملهاش اي 60 لازمه. وفي نفس الوقت بالفعل بيمشي ناس كتيره جدا من العشيره وبيقرروا ان هم يسيبوها تماما. وفي اليوم اللي بعد كده بيقعد اللي فاضلين في العشيره يا صديقي وهم جو واتنين كمان معاها، وبيبقى معاهم كمان بطلنا لون اللي انضم ليهم كانه فرد جديد من العشيره ما يعرفوش اي حاجه عنه تماما. وبينتخبوا في اللحظه دي يا صديقي برضه البنت جو علشان تكون الزعيمه بتاعتهم، فبتسالها واحده من الطلاب بعد كده على اول مهمه ليهم. بتبقى
لسه هتتكلم وبتقول لهم المهمه الجديده بتاعتهم، فبيتكلم لو بيقول نفس الكلام اللي هي كانت هتقوله. فجو بتستغرب وقتها منه وبتشوف ان هو كانه المعلم فان، بس بيلم الدور وقتها بسرعه وبيقول لها ان قرارك ممتاز جدا يا معلمه. بتطلع بعد كده خريطه علشان تشوفهم هيروحوا يصطادوا فين، ولكن لو بيتكلم وبيقول لها ان هو يعرف مكان كويس جدا. بياخدهم بالفعل للمكان اللي هو قال لهم عليه، ولكن اول لما بيوصلوا هناك بيلاقوا ان هو مليان بالناس، فبيضطر ان هو ياخدهم بعد كده لمكان هادي خالص. الجميع وقتها بيندهشوا حرفيا من المكان ده، وازاي لو اصلا قادر ان هو يعرفه وهو غريب عن المكان. بيبداوا ان هم يتجولوا بعد كده في المكان يا صديقي، وبيلاقوا بالفعل عدد كبير جدا من الوحوش، ولو بيبدا ان هو يشرح لهم عن الحيوانات ورتبتها كمان. بتلاقي واحده بعد كده منهم حيوان ثعلب صاحب الديول الناريه، فبيصدم له حرفيا اول لما بتشوفه وبيقول ازاي موجود في المكان ده. لو بعدها بيحذرهم وبيقول لهم خدوا بالكم الحيوان ده بسرعه علشان في ناس تانية هنا وممكن تيجي ان هي تاخده. وفعلا ما كملش الكلام بتاعه بيهجم عليه واحد تاني بسرعه وبيقول له انت ازاي قدرت ان انت تلاقي المكان دوت. بيعرفهم ان المنطقه دي بتاعته، وبيطلب منهم بعد كده ان هم يمشوا من هنا في اسرع وقت ممكن. فبيتعصب له منه وبيقول له انت معاك حيوان ضعيف زي ده وبتهددنا كمان. بيحاول وقتها ان هو يخوفه، وبالفعل الولد بيخاف وبيجري زي الجبان من قدامه. بيظهر بعد كده قدامهم يا صديقي حيوان نادر جدا، الكل اول لما بيشوفه بيجري عليه حرفيا علشان يصطاده هو الاول. الحيوان ده بيكون ماهر جدا، وقتها مش قادرين ان هم يمسكوه. بيستمر القتال بينهم بكل شراسه، وبيتعاون الاتنين في القضاء على الباندا، بس بينفخهم حرفيا. وبعد قتال استمر بينهم كتير جدا يا صديقي بيخدعوا الباندا وبيقدروا ان هم يقبضوا عليها. بيظهر شاب محتال بعد كده وبيسرق الباندا منهم يا صديقي، وبيهرب من المكان وبيروح بعد كده بالباندا لطائفه الشروق. الولد ده بيكون اسمه سومو، وبنعرف ان هو جاي لحد هنا علشان يقابل السيد يو بنفسه. بيقابله بعد كده بالفعل يا صديقي السيد يو، بيكون زعيم جمعيه الترفيه في فرع الشروق. بيدي بعد كده الباندا اللي موجوده معاه للسيد يو مقابل ان هو يطلع له تصريح لحيوانه الروحي ذيل الجليد. ولكن السيد يو بيشغل دماغه عليه في هذه الاثناء وبياخد منه الثعلب ذو الذيل الناريه كمان. ولكن سومو بيقاومهم في هذه اللحظه وبيقدر ان هو يقاتلهم بذيله الناري. فبيستدعي السيد يو وحشه اللي بيستخبى في الظلال وبيقبض على سومو بكل سهوله. وفي اليوم اللي بعد كده يا صديقي بيروح اصدقاء بطلنا لول البلده علشان يشتروا الحيوانات، واول لما بيوصلوا هناك بيتصدموا ان هو مطلوب اساسا للعداله من طائفه تانية. فبيتصدموا وقتها، بس بيقرروا ان هم ما يعرفوش اي حاجه ويراقبوه من بعيد لبعيد لحد ما يعرفوا ايه حكايته بالظبط. وفعلا بيروحوا بعد كده يشتروا الحيوانات اللي هم عايزينها، ولكن بيلاقوا حيوان روحي وبيكون غالي جدا. ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، ولكن بيقدروا ان هم يقنعوا البائع ان هم يدوه لهم بسعر مناسب، وبيبقى كل فرحانين بحيواناتهم الجديده. واثناء ما كانوا واقفين يا صديقي بينده عليهم واحد من التجار علشان يوري لهم الحيوان اللي موجود معاها. فبيتصدموا اول لما بيعرفوا ان هو الباندا اللي اخدها منهم الولد اللي اسمه سومو. البنت جو وقتها بتقول له الحيوان ده بتاعه، بتطلب ان هو يديه لها دلوقتي حالا والا هتخلص عليه. بس ولكن الولد بيرفض ان هو يديه لهم. فبيتعاونوا مع الباندا والباندا بتنفخه حرفيا، وبيقدروا ان هم يهربوا من المكان كلهم. يوي بعد كده بتقرب من الباندا وتطلب منه ان هو يكون حيوانها الروحي علشان تقدر تحمي العشيره بتاعتها، وبالفعل بيوافق وبيعمل العقد معاها. بياخد بعد كده له الفريق بتاعه بيرجع للبيت علشان بيقول لهم ان هو عايز يعرفهم حاجه مهمه. واول لما بيوصلوا هناك بيديهم رساله وكأن المعلم فان هو اللي كاتبها. الرساله دي بتكون بترشدهم لمكان سري، وبالفعل ما بيكدبوش خبر وبيروحوا لهناك. ولكن اول لما بيوصلوا للمكان بيلاقوا صندوق ورساله معاهم مدفونين عند الشجره. بيعتذر منهم في الرساله دي وبيتاسف لهم ان هو سابهم في الوضع ده، وبيقول لهم ان هو سايب لهم كنز كبير لتقويه قواهم في المستقبل. وبيشجعهم كمان علشان يقدروا ان هم يحققوا احلامهم ويبقوا اقوى عشيره في العالم كله. وبعد الانتهاء من الهجوم على الطائفة الشرقية بيكون الكل مصدوم وقتها ان في حد تجرأ اساسا على الهجوم على طائفة قوية زي ديت. وبنشوف ساعتها سومو واقف في اسر الطائفة الشرقية ولسه بيعذبوا فيه بشدة علشان يلغي العقد مع حيوانه الروحي، بس بيرفض طبعا وقتها لانهم كده كده هيقتلوه حتى لو هو تخلى عن العقد برضه. وبعد شوية بنلاقي فريق اللو بيهجم بكل قوته على مقر الطائفة الشرقية وبيفتحوا المكان اللي موجود في سومو. وبيبقى سومو وقتها قلقان جدا من الدوشة اللي بره ده ومش عارف ايه اللي بيحصل، ولكن فجأة بيدخل على الفريق بتاع لو وبيقدروا ان هم يحرروه. فوقتها الحيوانات بتاعته بتجري عليه علشان يشتاقوا له جدا وبيبقى فرحان وقتها بيهم. بنشوف بعد كده لو لما كان بيوزع الفريق بتاعه بيقول لهم ان مجموعه منهم هينقذوا الحيوانات المحتجزه وهو هيروح علشان يهزم زعيم الطائفه. ووقتها بيعرف سومو ان هو قوي جدا وعلشان كده هيحتاجوا مساعدته، وساعتها هيقسموا معاه الغنيمه. فبيبتسم سومو وقتها وبيوافق على طول، وبالفعل بيبداوا في الخطه بتاعتهم. وفي نفس الوقت بنلاقي احد افراد الطائفه المصابين بيبلغ الزعيم بتاعه ان في هجوم قوي جدا على سجن الحيوانات وان الوضع خطير بره. فبيتضايق وقتها الزعيم بس بيحاول ان هو يحافظ على هدوءه وبيروح علشان يوقفهم على طول. وفي نفس الوقت ده على الجانب الاخر بيبقى له دخل احد المباني وبيدور على الزعيم بنفسه، بس ولكن وقتها بيتفاجئ بكميه كبيره جدا من الكنوز، ده غير احجار التطور اللي موجوده هناك. وبيكون متفاجئ اكتر واكتر لان الكنوز عاليه المستوى كلها لدرجه ان بيكون في منها كنوز اجنبيه، وده طبعا غير اللافتات المتقدمه واحجار التطور اللي بيبقى الحيوانات بتاعت له طايرين بيها من الفرحه. بس وفجاه بيحس
بيحس له بحاجه غريبه جدا بتتحرك حواليه بسرعه كبيره، وهو للاسف ما يعرفش مكانها فين. بس وفجاه بيظهر وقتها زعيم الطائفه، واللي بيكون بيمشي بهدوء تام بين الرفوف. بيتكلم مع لو بعد كده وبيقول له ان هو لو انضم للطائفه بتاعته هيديله كل الكنوز والاحجار الروحيه اللي هو نفسه فيها. فلو بيضحك وقتها بيقول له انت العرض بتاعك مدهش تماما، ولكن للاسف انا جاي دلوقتي علشان انتقم للعشيره بتاعت فان. فالزعيم بيضحك وقتها وبيقول له تنتقم لمين يا ابني؟ هو انت عبيط مش كده؟ زعيم الطائفه بتاعكم نفسه الوحش بتاعه خانه، يبقى انت تنتقم له ليه؟ وفي نفس الوقت بنلاقي الظل بتاع زعيم الطائفه يا صديقي بيلف حوالين له بسرعه، وبيبقى له مش فاهم اي حاجه ومتوتر جدا. وبيظهر الوحش فجاه وبيبقى يخلص على لو، ولكن بيظهر عفريت النبات بتاع بطلنا وبيشده من قدامه وبيخليه يتفادى الضربه بسرعه. لو وقتها ما بيكونش فاهم ايه الوحش الغريب اللي واقف قدامه ده بالظبط، وبيحاول ان هو يهرب منه، بس بيفضل الوحش ان هو يطارده يا صديقي بسرعه، وبيحاول له ان هو يتفادى على قد ما يقدر الهجمات بتاعته. بيحدف عليه وقتها الكنوز اللي موجوده في الرفوف علشان يقدر يهرب منه، وبالفعل بيلاقي وقتها الجو هدي تماما والوحش ما بقاش ان هو يتحرك. ولما بيبص وراه مره تانية علشان يشوف ايه اللي بيحصل، بيلاقي الوحوش بتاعت الزعيم خايفه جدا على الكنوز وبيرصها تاني مكانها. فبيستغرب له اللي هو شايفه، بس بيقرر ان هو يستغل الموقف ده وبيفضل يرمي عليهم كل الحاجات على الارض. وبيدمر وقتها هو والحيوانات بتاعته كميه كبيره جدا من الكنوز اللي في المكان هنا. فبيتعصب جدا زعيم الطائفه في اللحظه دي وبيهجم عليهم الوحش بكل قوته، بيقدر ان هو يصيب له باصابات خطيره، بس ولكن له بيقدر ان هو يهرب بسرعه للفريق بتاعه، وبيبقى متبهدل على الاخر يا صديقي. فبيطمن على جو وبتساله يا ترى انت كويس وايه اللي عامل فيك كده؟ فبيعالجوا الوحش بتاعه بسرعه بسحر الشفاء بتاعه، بس بيبقى عاوز شويه وقت علشان يقدر ان هو يتعافى زي الاول. وبيظهر فجاه قدامهم وحش الظل من تاني وبيهجم بكل قوته على سومو، بس سومو بيتدخل الثعلب بتاعه وبيقدر ان هو يوقف الهجوم في اللحظات الاخيره. وبيتكلم سومو بعد كده بيقول للزعيم انت مش كنت عايز الثعلب بتاعي؟ تعالى دلوقتي وخده لو تقدر يا باشا. فبيتعصب الزعيم منه وبيقول له انت ازاي تتجرأ على انك تتحدى طائفه الشروق؟ انا هدمرك دلوقتي حالا. فبيضحك سومو وقتها عليه وبيقول له مالها ابقى صديقك يا ابني بعد اللي انت عملته ده، وبيهجم الثعلب بتاعه بكل قوته، ولكن بيتفادى وحش الظل الهجوم بتاعه، بس بيدخل ثعلب الثلج وبيضربه بشده، وبيحاول وحش الظل بعد كده ان هو يصيب اي حد منهم، ولكن بيقدروا ان هم يتصدوا ليه بكل قوتهم بعد كده. وبنشوف بطلنا لما بيقدر ان هو يشفي الوحش بتاع جو، وبعد كده بيهجم الفريق على وحش الظل بكل قوتهم يا صديقي، ولكن من غير اي فائده لان الزعيم بيصلح الظل بمراحل التطور. وساعتها الوحش بيهجم على جميع الوحوش باسيادهم وبيقدر ان هو يبهدلهم خالص. وفي اللحظه دي الزعيم بيطلب من الظل ان هو يقضي على زعيمه الطائفه، فبيمسكها الظل بسرعه وبيبقى عايز يخلص عليها، ولكن وقتها بيتدخل له بيقدر ان هو يطلع السمكه بتاعته وبيتصدى للهجوم في اللحظات الاخيره وبينقذ جو. فبيتفاجئ الزعيم بوجود السمكه ديت اصلا في العالم اللي هم فيه لسه، ده هي المفروض انقرضت من زمان. ده حتى جو نفسها ما بيكونش مصدقه ومصدومه على الاخر من اللي هي شايفاه قدامها، وبتدور معركه شرسه جدا بعد كده بين السمكه والظل، ولكن وحش الظل ابن المفتريه بينجح في اصابه السمكه بشده وبيبهدلها على الاخر حرفيا، ولكن بيقاوم له السمكه بتاعته وبيقدروا ان هم ينجحوا في ردع الوحش تماما. ووقتها بيتدخل عفريت النبات هو كمان وبيكتف الظل يا صديقي بسرعه، ويفضل ان هو يقاوم وحش الظل، بس بتهجم عليه السمكه وتاكله بسرعه، ولكن بتقع نواه وحش الظل في الاخر يا صديقي، وبيبقى لسه في امل علشان يتجدد. فبيجري الزعيم بسرعه علشان يقدر ان هو يمسكها، بس بيجري الثعلب النار في نفس الوقت وبيلحقها، ولكن زعيم الطائفه بيقدر ان هو يضربها في اللحظات الاخيره وبتقع البلوره على الارض في الوقت ده. فبيجري له وقتها علشان يقدر ان هو يدمرها قبل ما تعمل اي حاجه تاني، ولكن بيتدخل الزعيم بباقي الظل وبيقدر ان هو يضرب السمكه، ولو بيبقوا عاجزين تماما عن الحركه. بيبقى الوحش هيتجدد خلاص يا صديقي في هذه اللحظه تاني، ولكن بتظهر بنت في هذه الاثناء وبتطلع الوحش بتاعها بتدمر البلوره تماما. الزعيم بيتضايق في الوقت دوت جدا وبيكون عايز يضربها يخلص عليها، ولكن بينبهها له بسرعه قبل ما يعمل حاجه، فبتقدر ان هي بالفعل تتفادى الهجوم بتاعه على طول وبتديله واحده بتطيره بعيد، وبكده يكونوا هزموا طائفه الشروق تماما. واول لما بطلنا بيقوم بيشكر البنت بس بتتكسف منه وبيقلب وشها الوان وبتهرب على طول من المكان، فبيفهم له على طول ان هي كانت بترد له الدم بانقاذها ليه زي ما هو انقذها قبل كده. وبعد شويه بيرتاح الجميع وبيكونوا بخير كلهم وبيجمعوا الكنوز اللي هم يقدروا ياخدوها، وبيستنوا سومو على ما يفوق من الغيبوبه اللي هو فيها. واول لما بيصحى بيبص على الكنوز الكتير اللي موجوده حواليهم، وبيتكلم له بيقول ان هو جمع كل الغنائم اللي يقدروا ياخدوها. فبيتكلم وبيقول لهم ان هو تعب جدا علشان يقدر ان هو يستحوذ على الكنوز دي، وعلشان كده هياخد 70% من الكنوز. فبيتعصب له وقتها وبيقول له وانت بتقول ايه يا ابن المجنونه، وبيزعق عليه. فبيقول لهم خلاص هياخدوا النص وهم النص. ما بيوافقش له وقتها ويفضل يقلل له من الكميه بتاعته لحد ما في الاخر ابن العبيطه بياخد صندوق صغير من الكنز، وطبعا ما بيكونش طايق الابيض ولا اسود، فبيبص ايده ووشه وظهره وقتها وبيسيبهم وبيمشي. بيبص له بعد كده على الوحوش اللي موجوده في المكان كله وبيقول لهم اللي انا نفسي فيه دلوقتي ان انا اخد وحش منهم واحرر الباقي. فبيفرح الجميع وقتها، ولو بيلاقي وحش كره الحديد فبيتعاقد معاه على طول، بس ولكن بتحصل حاجه غريبه وبنلاقي له بيحس
طاقه مهوله بتهجم عليه وبيغمى عليه في هذه اللحظه فجاه. الكل وقتها بيكون خايف جدا عليه وبيقول يا ترى ايه اللي حصل هنا وبيحاولوا ان هم يفوقوه. وبعد كده بتاخده جول المنزل هي والفريق بتاعه بيسيبوه يرتاح طوال اليوم. وفي الصباح اللي بعد كده بيستيقظ وبيكون الجميع قاعد جنبه فبيطمنوا وقتها ان هو بخير وبيقولوا له ان هم يجهزوا له الطعام علشان يقدر ان هو يتحسن بسرعه. وبيقعد له بعد كده يفكر في اللي حصل له وهي الطائفه الغريبه اللي هجمت عليه فجاه دي، بس ما بيلاقيش اي استنتاج وقتها. وبيفكر وقتها في اللي حصل له في اليوم ده وبيقرر وقتها ان هو لازم يشرح لجو اللي حصل له كله. وبيقرر ان هو يعرفها ازاي حصل على السمكه اللي موجوده معاه وهي مستغربه منها، وخصوصا ان النوع دوت انقرض من العالم كله. وفعلا بيروح يدور عليها بعد كده وبيلاقيها في معبد الاسلاف وبتكون بتتكلم مع مكان المعلم فان. وبيبان عليها ان هي كانت بتعيط جامد وحزينه، فبيقلق عليها له اول لما بيشوفها بالشكل ده وبيسالها يا ترى انت مالك. فبتعيط اكتر واكتر وبتقول له ان هي جت هنا علشان تزور المعلم بتاعها، وبتحكي له على كل حاجه حصلت قبل كده وكمان بتحكي له عنه كمان، وان له دلوقتي بقى امل الطائفه علشان تتحسن وتبقى اقوى وزي الاول بكتير، خصوصا ان هو شبه المعلم فان بالملي. فوقتها له بيتاثر بالكلام بتاعه بيقول لها انا عايز احكي لك على حاجه مهمه، وبالفعل بيحكي لها كل الحكايه وازاي قدر ان هو يحصل على السمكه. فبتتفاجئ البنت جدا وقتها بتقول له انا كنت عارفه والله لان ساعات بحسك شبه المعلم فان بالظبط. ووقتها في حاله دهشه بتقول له يحكي لها الحقيقه كلها كامله، وبتساله ايه علاقته بالمعلم فان، يا ترى يبقى التلميذ بتاعه ولا قريبه ولا هو المعلم ذات نفسه. وبس لحد هنا يا صديقي تكون حلقه النهارده الاسطوريه خلاص خلصت. فيا ترى بقى بطلنا يحكي لها الحقيقه بالفعل ويعرفها ان هو المعلم فان في نفسه وانتقل لعالم تاني في جسم اخر، ولا ايه اللي هيحصل معاهم؟ كل ده واكتر هنعرفه ان شاء الله مع بعض الحلقات اللي جايه. وفي النهايه عايزك تصلي على النبي واشوفك على خير الفيديو اللي جاي.